السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وسعادة دايما. اللهم امين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يلا النهاردة كده نبدأ اليوم بطاقة ايجابية كده ونشوف هنعمل ايه النهاردة. ده كان يوم يعني اجواء كده من اجواءنا يا حبايبي وتحضيراتنا لرمضان ان شاء الله بأمر الله. ربنا يعيده علينا بالخير يا رب، كل سنة وانتم طيبين. اللهم صل على النبي. اليوم ده بقى كنا يعني كل البيت ملموم مع بعضه كده، وكان يوم الجمعة يا حبايبي. بس انا يعني ايه، على ما جهزت الفيديو كده وننزله مع بعض. اللهم صل على النبي. عملت في اليوم ده كان عندي ضيوف بقى وكده، وناسنا وحبايبنا كده ملمومين يا حبايبي. طبعا كده زي ما قلت وذكرت قبل كده، اهل البيت عندي كان اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد. يعني كده طالعين كده لزيارة الحبيب، واجواء تحضيرات كتير قوي معايا، فبتخليني اغيب عنكم بصراحة. اللهم صل على النبي. طبعا في اليوم ده بقى كان ايه، يعني عندنا اخت جوزي وولادها واحنا ملمومين مع بعض وكده. ويوم الخميس بقى انا كنت صايمه بصراحه، فببص لقيت كده، ما اقولكوش بقى صداع وكده. لقيت جوزي داخل عليا باللحمه ديت، وقال لي كده قومي اغسليها. انا بصوا في الوقت ده اقسم بالله كنت واخده حبايه كده وعايزه اخش انام. قمت بعد غسلتها خليتها زي الفل زي العسل، حطيتها على وش الفريزر كده، وصبحت تاني يوم زي ما انتوا شايفين كده. قلت بقى اطبخها الاول زي ما انتوا شفتوا في اول فيديو، غسلت القمح بتاع رمضان ان شاء الله. دي اجواءنا يا حبايبي، يعني في دخلة رمضان بغسل كمية من القمح كده بقى عشان المخبوزات رمضان. وانا كمان بعتمد على اكل المخبوزات في رمضان جدا عندي، يعني اكتر من الرز وكده. مش بدخل رز خالص، قليل قوي لما بعمل رز في رمضان. وطبعا بقى اللي عايز يعمل بقى الكحك والبسكوت منه فده عادي، بس انا بصراحة السنة دي مش هقدر اعمله في البيت، لاني طبعا اهل بيتي كلك هيمشوا، وانا بعمل كمية يعني ليا انا وحماتي واخوات جوزي وحبايبنا واختي. فبعمل كمية كبيرة، مش بعمل ان انا بعمل اختصر لملك وخلاص، لا انا بعمل للبيت كله يعني. اللهم بارك، اللهم صل على النبي. فكده كده يعني انا هعمله بره يعني في الفرن وكده. بس طبعا لازم انا اجهز كده طبعا القمح في البيت، فهي دي عوايدنا، لان طبعا انا باخده من الارض فبخزنه. فانا هنا ما بشتريش الدقيق والرز، فهو بيبقى في البيت وببدأ اجهزه زي ما انتوا هتتابعوا معايا الفترة اللي جاية دي فيه. طبعا اللهم صل على النبي. انا من الناس اللي بتعمل اللحمه كده يا حبايبي. طبعا لو انا بطبخ طيور بط او فراخ او كده، فبضيف قطعه من السمنه البلدي وانزل عليها بقى واخلط اصلا الطماطم والبصل والثوم في الخلاط وانزل كده. انما هنا لو انا بعمل لحمه، فانت بتعملي ايه يا ملك؟ بدق الثوم بشويه من الكمون والكزبره الناشفه وكده، وانزل بيهم وعليهم عصير الطماطم، اسيبه ياخد طبقة صغيره كده، وبعدين انزل باللحمه. طبعا اللحمه بيبقى فيها نسبة دهن، فمش تحتاج بقى زبدة ولا حاجات من دي. فكل واحد بقى حسب ما هو متعود، يعني انا بشوف ناس بتغلي كده المية وتنزل، لا انا بصراحة بحب اعمل اللحمة كده. اللهم صل على النبي. طبعا هنا غطا الحلة ده مش عارفة راح فين، فحطيت الغطا التاني زي ما انتوا شايفين معايا كده. دي كمية البهارات بتاعتي. اللهم صل على النبي. بقى ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة ناشفة وبهارات لحمة، واللهم صل على النبي، وشطة ولوري كده يعني. مجموعة كده من التوابل اللي بتاعت اللحمة عامة يعني. اللهم صل على النبي. وكده كده تمام قوي يا حبايبي. غطيت عليها وهنزلها بقى في البيت من تحت عند حماتي، لان انتوا زي ما انتوا شايفين كده يعني انا كنت مشغولة في اليوم ده، فقلت بقى انزل كل حاجة عندها. انا جهزت عندي كده عشان كل حاجة كانت قريبة مني، ونزلت بقى عندها على الشعلة كده، فهي سريعة بتنجز يعني في وقت زي ده. وهنا بقى الحاجة هتعمل لنا شوية مبروم. اللهم بارك، اللهم صل على النبي. هي قالت لي اعملي انت يا ملاك، قلت لها لا والله انت اللي هتعملي مقان خالص، انت اللي هتعمليه. هنا دي حماتي يا حبايبي، قلت لها بقى جبت لها كل حاجه وقلت لها انت اللي هتعمليه. ما شاء الله، اللهم صل على النبي. وهي قاعده كده اللهم بارك، يعني ما خدتش وقت خالص في عمايله. بت... قلبت كده شويه من الملح على الميه واللبن، وساعات كده بنضيف له قشطه عادي يا حبايبي، وتقلب كده ما شاء الله بالتن كده، التن معاه لحد ما تخليش بصوا الدقيق ده موجود خالص ولا ريحه دقيق خالص، زي ما انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي. تاخد كده، انا صورتها شويه وهي شغاله. وطبعا بقى كنت بقى هعمل رز
هظبط ازود اللحمه بتاعتي، يعني عندي شغل تاني. فانا ما كملتش معاها بصراحه، جيت بعد ما هي خلصت. هي كانت مصممه ان انا اعمله، قلت لها لا انت اللي هتعمليه، انت بتعمليه مميز عني. انا مهما اكون بعمل هي بتعمل برضو احلى. يا جماعه يعني اهالينا الكبار دول بيبقوا مختلفين في اكلهم في كل حاجه. اللهم صل على النبي. قالت لي هنا بقى عشان حتى الحله تظبط معاكي مش شرط ان هي تكون الحله يعني بتاعت الحله بتاع المبروم، لازم تعملي لها عجينه كده عشان تقويها، وكمان عشان يطلع مظبوط. والله يا حبايبي هي دي الطريقه الفلاحي للمبروم، وبصراحه هي اجمل طريقه. ليه؟ شايفين بقى هي ما شاء الله خليته عامل ازاي؟ بصوا ما فيش دقيق في ايديا خالص، شايفين؟ اللهم بارك اللهم بارك زي الفل. وكمان شوفوا هوريهولكوا كمان بعد ما يستوي. طبعا هنا اللحمه كانت خلاص اللهم بارك اشتغلت اهي، والاكل كله على النار. وهي قلت لها خلي بالك منه بقى، وانا قالت لي انا هاجي معاكي، وقلت لها لا انا عايزاكي بس تركزي مع الاكل عشان الناس، وانا هروح اغسل كده انا والبنات مع بعض. فخليك بصراحة هي قعدت برضو لحد ما الاكل ابتدى يستوي، هدت عليه وجات لي يا حبايبي، يعني هي ما سابتنيش اصلا، جات لي برضو. اللهم صل على النبي. طبعا هنا بقى ورا البيت حنفية كده، انا بغسل عندها، غسلت الحتة كويس طبعا، ما سبتهاش زي ما انتوا شايفينها، لان المكان ده يعني قليل قوي لما بنيجي هنا، ما بنجيش هنا الا ساعة غسيل القمح. وبقى يعني إيه لحد عايز يغسل حاجة وكده، يعني المكان ده ورا البيت كده الغسيل اللي هو الخارجي ده. اللهم صل على النبي. شايفين؟ انا برضو لو هغسل بقى كمية طيور كبيرة بجيب برضو صواني وتشطية كبيرة، وبغسل هنا بدل ما بهدل الدنيا فوق يا حبايبي. شايفين؟ اللهم بارك كده اهو. بنقع القمح بتاعي. يعني انا كده كنت هنا ساعة صلاة الجمعة كده، بس والله كنت منزله لكم الصوت، بس خفت يكون يعني ايه على الفيديو في خطر، فقلت ايه يعني مش هنزل بالصوت، فمسحته كده الفقرة دي. بس التانية يعني انا منزلها بصوت. ليه بقى؟ انا هنا قلت ايه بليت القمح كده وقلت سيبيه يتنقع على ما اصلي كده، وبعد كده جيت بقى يا حبايبي لقيتهم بقى يتأخروا والاكل لسه هياخد سوا، فقالوا لي انت تغسلي خليكي لبعد الاكل. قلت لهم لا انا هغسل دلوقتي طبعا عشان اخلص يا حبايبي، لان بصوا بتبقى حمل عليا القمح ده بصراحه. ما اقولكوش اصلا انا بعد ما خلصت غسيل انا كانت حالتي ايه، الله المستعان. طبعا دي اجواءنا وعوايدنا، وحبيت اشارككم معانا. دي من اجواءنا حبايبي، احنا بنغسل القمح على ايدينا وانشره كده. طبعا ان شاء الله هنزل لكم بقيه يعني انا عملت فيه وايه كده. واجيبه دقيق بقى واخزنه في براميل الدقيق عندي، وابدا اشتغل منه لحد ما يخلص. والله بعمل منه كل المخبوزات اللي انتوا بتشوفوها على القناه دي. انا مش بشتري زيرو خالص. لما اكون هعمل كحك وبسكوت بجيبه واخلطه كده مع برضو الدقيق دهوت، وبيبقى زي الفل، وبعمل منه احلى مخبوزات. كل مخبوزاتنا منه، بس ده نوع كمان من القمح اللي هو بيبقى الابيض ده بيبقى جميل. اللهم صل على النبي. باخده بقى اختين نغسل فيه لحد بص ما الميه بتاعته دي تبقى زي الفل كده، يعني بقى انضفه لما تبقى زي الفل كده يا حبايبي. طبعا الغلق الخوص ده هو بنزل فيه لو انت عايزه تنزلي في مصفى عادي، بس ده بينجز معايا وهو زي المصفى بالظبط. بجيبه كده كل سنه، الست بتيجي تجيب لي واحد اتم نغسل فيه بقى لحد ما السنه تلف تاني بنفس الميعاد في القمح وكده، يعني زي ما انتوا شايفين. اللهم صل على النبي. هنا بقى كنت خلصت اصلا، وضيوفي جات وقاعدين كده قدام البيت بره. في الجو كانت شموسه كده وحلو، وقعدوا بره لحد ما انا خلصت. جيت بقى اشوف الاكل معاكم، بس بصراحه ما شاركتكوش اجواء الغريف لان الكل كان ملموم وانا ما ينفعش اصور يعني معاهم. فدي اللي ما شاء الله شايفين اللهم بارك. وهنا اللحمه استوت وكده كله تمام يا حبايبي ما شاء الله. بشكركم وبتمنى الاجواء البسيطه تكون عجبتكم، وشاركونا فيديوهات كتير مع بعض ان شاء الله يا حبايبي، نشارك بقيه الاجواء معاكم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بحبكم في الله وبشكركم جدا، وبتمنى فيديوهاتي البسيطة جدا تكون بتعجبكم. وحابة اقول لكم مع السلامة. لسه بقى حاجات بسيطة بس في الفيديو، بصراحة انتوا بتوحشوني. بتمنى ما تنسونيش في اللايكات والصلاة على الحبيب المصطفى محمد. نشوفكم الفيديو القادم ان شاء الله. سلام عليكم.